المحمدية الشاذلية صانعة النهضة الصوفية. تعد المحمدية الشاذلية واحدة من كبريات الطرق الصوفية، وأحد صناع ريادتها العلمية والروحية خلال السنوات الأخيرة، بما تملكه من مؤلفات الإمام الرائد الشيخ محمد زكي إبراهيم. فكانت باعثة للنهضة الصوفية على حين فترة من التخلف والجمود، وبدأت تبث الحياة في الجسد الصوفي المحتضر منذ نصف قرن، انطلاقا من رؤيتها بأن المحمدي يعتصم بمذهبه ومشربه الخاص، متسلحا بالعلم والأدب، محاولا التجميع والتقريب. يتصل سندها بالإمام علي أبو الحسن الشاذلي من سلسلة العلامة المحدث محمد بن ناصر الدرعي، وتعتبر طريقة جامعة عامة لأسرار وبركات العديد من الطرق، أبرزها الشاذلية والرفاعية. وكان لشيخها الراحل نور الدين عصام دور بارز في تجميع تراثها في تطبيق عصري يتيح الاطلاع على ما سطره الأجداد حولها. والمحمدية الشاذلية كما تعرف نفسها أنها الجامعة الصوفية الإسلامية العالمية، التي تهدف إلى تصفية التصوف وتنقيته وتطهيره ورده إلى نبعه القرآني والمحمدي الأول، كما تسعى لتبصير الناس بحقائقه الكبرى وأصوله دون الانحياز إلى طريقة بذاتها. فهي ترى أن العشيرة للجميع، تؤمن أن التصوف هو الإسلام الحقيقي في أرقى مراتبه، وإن اختلفت الأسماء فكلها تبدأ بالتوبة وتنتهي بالمعرفة. أما التمصوف فهو ذاك الشيخ الدخيل الذي أساء إلى الإسلام وأهله، وما زلنا نعاني منه حتى الآن.